السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التتمة ديال المملحات اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. غادي نتقاسم معكم حشوات رائعة ولذيذة لتحضير المملحات. في الفيديو السابق كنت شاركت معكم بسيطلات بالدجاج واللوز، واليوم غادي نحضروا مع بعض دي سيجار بالسمك اولا بالحوت، كذلك بريوات الدجاج ساهلين وبساطين وكيجيو هكا اعتمدوهم ضمن الوصفات الرمضانية ديالكم. كذلك غادي نشارك معكم طريقة الطهي وكيفية الاحتفاظ بالمجمد. ما تمشيو فين، خليكم مع المكونات اللي غادي نحتاجو في الحشوتين بجوج. هنايا بالنسبه للسمك عندي واحد الكميه ديال الحوت الابيض. كتقدروا تستعملوا اي نوع سمك عندكم، اي نوع سمك كتفضلوه. انايا غنستعمل هذا سمك القرش، تقريبا هنايا واحد 800 900 غرام. وهنايا الحشوه الثانيه غنحتاج ليها صدر الدجاج اللي كنقطعوه حتى هو رقيق على هذا الشكل. غنحتاجو قزبر ومعدنوس، الثوم بطبيعه الحال واحد 6 فصوص هكاك. عندي انا حساب واحد 5 الحبات ديال الشامبينيون او الفطر اللي قطعتهم هكا على هذا الشكل. وهنايا واحد 2 حبات كبارين ديال البصله بيضاء اللي حتى هما شلطتهم. غادي نحتاجو كذلك في هاد الحشوتين الشعريه ديال الروز، الشعريه الصينيه ديال الارز. غادي نكب عليها هكايا الماء طيب. انا خديت غير ديك الباكيه الصغيره اللي كيكونوا فيها جوج اجزاء بحال هكايا. غنكب عليها الماء طيب وغنخليها تغلى هكا واحد 2 حتى 3 دقائق باش ما تجيش قاصحه. يعني انا واخا كنكب على الماء ماشي غنكتفي بالماء صافي، كنكب على الماء طيب كذلك كنخليها تغلى واحد 2 دقائق هكاك. من بعد غادي نصفيها وغنقطعها مزيان بالمقص. يعني خديت واحد 2 المقيلات، وحده درت فيها الشامبينيون اولا الفطر، وحده درت فيها ديك البصيله. زدت عليهم مليحه مليحه في كل بلاصه وزيت الزيتون، وكنبقى هكا نشوحهم، يعني مره مره كنحركوهم حتى كيطيحوا لينا مزيان وكيدبالوا. انا غادي نقسمهم على الحشوات بجوج، سواء الحشوه ديال السمك اولا الحشوه ديال الدجاج. انتم غادي تشوفوا معايا. صافي هنا الشامبينيون بعد ما طاب، كذلك البصيله طابت راني طفيت عليهم. وهنايا غادي ندوز نوجد الشرموله اللي غادي نحتاجها في البسطيله ديال السمك، يعني اللي غنحتاج نتبل بها السمك. هنايا خديت واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس هكا، واحد 2 معالق كبار. واحد 3 الفصوص هكا ديال الثوم. هنايا معلقه ونص ديال العطريه ديال بسطيله الحوت. عندي نص معلقه ديال الزنجبيل، معلقه ديال الكمون اولا الكمون، شويه ديال الابزار، او عفوا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. ما تكثروش الملح حيت غادي نستعملوا الصوجا اولا موطارد. عندي هنايا واحد المعلقه عامره ديال بابريكا اولا التحميره اولا الفلفل الاحمر، معلقه صغيره عامره ديال الموطارد، شويه زيت الزيتون. وهنا واحد المعلقه تقريبا كبيره عامره ديال صوص الصوجا. انا غادي نخلط هاد التتبيله مزيان هكا على هاد الشكل. من بعد غادي ناخذ نصف ديال هاد الكميه وغادي نشرمل به داك السمك كما كتشوفوا معايا. هنا دابا راه الفرن راه ساخن، غادي ناخذ هكا واحد البلاطو ديال الفرن اولا واحد الصينيه ديال الفرن، وغندهنها هكا بشويه زيت الزيتون، وغنستف فيها هاد الحوت اولا هاد السمك ديالي. انا هنا استعملت سمك القرش كما شفتوا معايا. كما قلت لكم كيمكن لكم تستعملوا اي نوع سمك عندكم. صافي كندخلوه الفرن حتى كيطيب، راه ما كياخذش وقت بزاف، تقريبا واحد ربع ساعه. وهنايا خليت نصف الكميه ديال البصله بعد ما تشحرات، زدت عليها نصف الكميه ديال الشعريه الصينيه ديال الارز، وزدت عليها ديك لاصوص اللي تبقات عندي اللي كتحضرت ديال السمك. صافي زدت هنايا، وغادي نزيد كذلك بعض التوابل. هنا زدت شويه ديال الخرقوم بلدي تقريبا واحد نص معلقه. هنا ضفت الثوم بودره، واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس. صافي انا كنستمر هكايا في الخلط، يعني كتضيفوا العناصر اللي تبقات لكم وفي نفس الوقت كتخلطوا هكا باش ما كتلصقش لكم هذيك الشعريه في المقله. صافي بعد ما شحرتها وخليتها حتى نشفت مزيان، خويتها هكايا اولا كبيتها في واحد الطبسيل هكايا باش تبرد بين ما خرجنا هذاك السمك من الفران. ودزت باش نوجد الحشوه الثانيه. خديت هكا واحد المقله ودرت فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون وشويه الزبده، ودرت فيها هذاك الدجاج وبقيت كنحركو هكا ولا كنخلطوه حتى كيبدا ياخذ داك اللون الابيض، يعني كيبدا يشد في راسو. من بعد كنضيفوا عليه قزبر ومعدنوس والثوم. هنا واحد المعلقه كبيره عامره ديال التوابل ديال شاورما الدجاج، معلقه ديال صوص صوجا، شويه ديال الابزار، واحد نص معلقه ديال الملح. ديما ما تكثروش الملح في الحشوات اللي كيكون فيهم لا موطارد وصوص صوجا. ضفت واحد المعلقه عامره ديال الخرقوم البلدي. صافي وكتبقاو تحركوا على بوطه مجهده باش ما يطلقش لكم هاد الدجاج الماء بزاف. ضفت كذلك معلقه صغيره ديال الزنجبيل اولا سكينجبير، ومعلقه ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر. كما شفتوا معايا صافي انا استمريت هكا في التخليط ديال هاد الحشوه. كتبقاو تستمروا هكا حتى كتبدا تنشف لكم وكتعقد. انا غادي نخليها هكايا حتى طيب على خاطرها وتتنشف مزيان تماما. كنضيفوا عليها هذيك الشعريه الصينيه اللي كنكونوا صفيناها حتى هي مزيان من الماء وقطعناها مزيان بالمقص. صافي وكتبقاو دائما تحريك مستمر باش كتنشف لنا هاد الحشوه. ما خاصش الحشوات ما خصهمش يكونوا زعما ميهين، خصهم يكونوا ناشفين. هنا ضفت كميه ديال القزبر ومعدنوس، ضفت ديك البصيله اللي بقات عندي، يعني نصف الكميه اللي شحرت وديك الكميه اللي بقات عندي ديال الشامبينيون، وكنخلطوا الكل مزيان.
وصافي الحشوه ديالي كتكون واجده. هنايا الحوت بعد ما خرجته من الفرن، شوفوا معايا كيجي فتي وطايب وكيجي لذيذ بهذيك الشرموله اللي وجدنا. صافي انا غنحاول هكا نقيه كيما شفتوا معايا، لا كاين شي جليده ولا كاين شي عضيم هكايا. هنا راه باقي سخون. صافي انا استعنت بهاد الملعقه الخشبيه. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله هكا غنحلها. غادي نخلطها مع هذيك الشعريه الصينيه وهذيك الحشوه اللي حضرنا. ضفت عليها هنايا الشامبينيون اللي تبقى ليا. وهنايا كنكون ساليت الحشوات ديالي كيجيو رائعين لذاذين لذاذين بزاف. جربوهم واعتمدوهم هكا ضمن المملحات ديالكم. صافي انا خلطت هاد الحشوه الاولى وخلطت كذلك الحشوه الثانيه. كاضافه ضفت شويه ديال الحار حتى لاخر لحظه، يعني ما ضفتوش من الاول كنت نسيتو. كيمكن لكم تضيفوه من الاول مع التوابل. وصافي هنايا بعد ما بردوا ليا الحشوات بجوج دزت هنايا كنوجد في الورقه. انا استعملت هاد الورقه هكايا ديال البخار. قسمت الورقه على جوج كما كتشوفوا، حيت ليها هذوك الجوانب اللي كيكونوا قاصحين. وقسمت هكا الورقه على جوج. كناخذوا نصف. هنايا عندي شويه ديال الزبده مذوبه. صافي غير كدهنوا هكا بشويه الزبده. هنايا الحشوه الاولى ديال السمك غادي نشكل على شكل سيجار. انا كنحاول نوريكم هكايا الطريقه. المهم كتحيد ولا كاين شي زوائد ولا كاين شي حاجه هكا قاصحه، شي جناب ديال الورقه قاصحين. وكتسدوا الجوانب بشويه ديال الفورص ولا شويه ديال الدقيق اللي كيكون مخلط مع الماء. انا كنحاول نوضح لكم كل شيء هكايا في الفيديو باش يكون طريقه واضحه. وصافي كما شفتوا معايا بالنسبه لهاد لي سيجار كتقدروا تذوبوا لهم الورقه الا بانت لكم ان يعني الورقه الحشوه باينه من الورقه كتقدروا تذوبلوها. انا حتى الاخير عاد باش ذوبت شي وحدين ماشي كلشي، غير اللي بانت ليا فيهم ان الحشوه باينه من الورقه. صافي انا استمريت حتى كملت الكميه اللي عندي كامله ودزت هنايا الحشوه الثانيه اللي هي ديال الدجاج. مذاق الشاورما حتى هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف. وهنايا كناخذوا واحد الكميه ديال الحشوه كنحطوها هكا في الشرائط ديال الورقه بعد ما قطعناها هكا على شكل شرائط بشكل طولي. صافي وكتبقاو تحطوا هكايا واحد شويه ديال الحشوه وكتطويو على هاد الشكل. صافي انا ذوبت هنايا الوريقه وكتسدوا هكايا بشويه ديال الدقيق ابيض اللي مخلط مع الماء. صافي بالطريقه العاديه اللي كلشي كيعرفها. وهنا بعد ما كملت المملحات ديالي كاملين، بالنسبه لهذوك البسيطلات اللي كيبانوا لكم هما اللي وجدت معكم في الفيديو السابق، بسيطلات بلديين بالدجاج واللوز كيجيو غزالين رائعين ولذاذين. الا كنتو باقي ما شاهدتوش الفيديو ديالهم غادي نخليه لكم تحت في صندوق الوصف، اولا شاهدوه راه هو اخر فيديو قبل من هذا نزلته في القناه. بالنسبه لطريقه الطهي ديال هاد البسيطلات او هاد المملحات، كدهنوهم غير بشويه هكا ديال الزبده وكتدخلوهم الفرن حتى كيتحمروا كياخذوا هكا هاد اللون الذهبي. وكتزينوهم هكا على حسب الرغبه كما بغيتو. انا زينت البسيطلات هكا بشويه ديال اللوز ايفيلي. وبالنسبه للمملحات الاخرين انا ضفت عليهم شويه هكا ديال لو فرomاج من الفوق ودخلتهم حتى ذاب داك الفرomاج. صافي بالنسبه للزين كيبقى اختياري كتزينوا كما بغيتو. وبالنسبه لطريقه الزين كتحطوهم هكا في واحد البلاطو اللي كيكون مفرش ليه البابي فيلم وكتدخلوهم للكونجيلاتور حتى كيجمدوا تماما. من بعد ما كتاخذوا دي بواط اولا دي بلاستيك هكايا ديال المجمد وكتستفوهم هكا على هذا الشكل. انا استفتهم ودخلتهم المجمد. كتبقاو فين ما بغيتو شي حاجه كتجبدوهم، يعني ما كيكونوا لا لاصقين لا حتى شي حاجه، كتجبدوهم بكل سهوله كتجبدوا الكميه اللي بغيتو. وكانوا هادو هما الاقتراحات ديالي، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه جديده. خليتكم في امان الله، مع السلامه.